كما تعرف المشروع هذا نهج اليمامة يدخل في إطار البرنامج السنوي للاستثمار ببلدية المنزبورقية سنة 2016. الكلفة الجملية نتاع المشروع هذا نهج اليمامة ومعاه النهج اللي يهز الدوار ربي رابح في الشلغمية اللي كملنا الإنجاز نتاعهم بالوسائل الإسمنتية يعني بالبيطون. الكلفة الجملية نتاعهم 462 ألف دينار حسب معناها مبلغ الصفقة. كما تراو احنا قاعدين بدينا اليوم طقس يسمح عملنا الأوروبي اليوم بدينا. الطول النهج هذا نهج اليمامة تقريبا أقل شوية من 900 متر خطي، يبدأ من شارع محمد علي ونمشيو معاه لهنا ونهبطوا في الاخر نتاعو ونهبطوا في اتجاه تقريبا على مستوى المقبره المسيحي. الجزء الاولاني حاضر اللي احنا بدينا فيه اليوم بالانروبي بالخرسانه الاسفلتيه حاضر بدينا فيه اليوم. الجزء الثاني من هنا واحنا راجعين في الاتجاه مازال فيه شويه خدمه ماهوش حاضر باش نكملوا نحضروه وان شاء الله يسمح الطقس باش نكملوه ان شاء الله اسبوع اخر تقريبا اذا كان الطقس يسمح باش ننتهيوا من الاشغال الحول. يعني تقريبا بعد اسبوع تنتهي الاشغال. وهالفوائد اللي على اليمين وعلى اليسار كيف بصرفوا فيها السياسة؟ والله احنا هذا الكل تدخل زاده في اطار الخدمه نتاعنا. احنا تعرف المشروع عندنا تنظيف الحظيره وحنا المقاول ما ينجم يخرج الا اولا كان ثم خلل ثم اخلال ثم كذا هذا لابد منه يقع على تلافيه في الابان. ثم تنظيف الحظيره والتراب هذا كله زايد باش نكاليو به المادات نتاعنا من الخلف وزايد الكل يتهذب حولها نخرجوا كان بالشارع نظيف. باهي سي الازهر بعض المواطنين يسالونا علاش اليوم بداوا من نصف الطريق ما بداوش من الامل الاول سواء على نهج محمد علي او على ناحيه ديوان المواد. احنا بدينا من هنا من الوسط اولا كما قلت لك قبيله الجزء الاول اللي احنا واقفين فيه توا وراجعين في اتجاه شارع محمد علي هذا الجزء اللي حضرناه. الجزء الاخر مازال ماهوش حاضر مازال فيه شويه خدمه من حيث الدك كومباكتاج من حيث الحواشي الارصفه مازال مش كامله بالتالي مازال فيه شويه خدمه ماهوش حاضر للأوروبي. بدينا اليوم من هنا يقول قائل علاش من وسط الشارع في اتجاه شارع محمد علي كنا نجم نبداو من شارع محمد علي. احنا كي تعرف الجغرافيا تاع سيدي يحيى كلها معناها على قياسات محفره جيوغرافيكمون من ثم دينيفلي كبير بالتالي الكماين تاع الخرسانه الاسفلتيه يصعب عليهم برشا باش يطلعوا يجيو من هنا ويمشيو هكا يمشيو معناها كي باش يبناو بشارع محمد علي لابد انه الشاحنات الكل تجي من هنا. بالتالي الشاحنات كي باش تجي من هنا اولا باش يفسد هذايا ثم يصعب عليهم هما كشاحنات باش يطلعوا الصعديات هذوما الكل كيسات محفره باش ينجموا يوصلوا. ثم احنا هنا ماشيين في اتجاه العلوه بالتالي فنيا الفينيشور معناها الاله اللي تشرح العربي لابد انه الكاميون اللي يقف قدامها يكون في علوه مش في هبطه. فهمتني؟ يعني الاسباب فنيه وتقنيه. اسباب فنيه وتقنيه واحنا ما عندناش حتى معناها فنيا بدينا من هنا ما عندناش حتى خلفيه معناها عادي باش هو الكياسب كله باش يتعمل